تسافر مكان نفسك تزوره تفرح، تتجوز تفرح، تنجح في شغلك تفرح، تحقق هدف كنت بتجي وراه سنين تفرح. لكن الإنسان بطبيعته بيتعود. السعادة الحقيقية فين نلاقيها؟ بص معايا كده واسمع. قبل ما أكلمك عن السعادة عايزك تجاوبني على سؤال بسيط جدا. لو أنا جيت لك النهاردة وقلت لك لو اديتك مليار جنيه دلوقتي هتبقى سعيد؟ غالبا هتقول لي طبعا. ممكن كمان تقول لي هات المليار الأول وأنا أقول لك. طب خليني أسألك سؤال أصعب. هل الفلوس فعلا تقدر تضمن لك السعادة؟ لو الإجابة طب ليه بنسمع من وقت للتاني عن ناس معاها فلوس بالملايين وناس مشهورة وعندها كل الإمكانيات اللي ممكن أي حد يحلم بيها، ومع ذلك حياتها مليانة قلق واكتئاب ومشاكل نفسية، وأحيانا بيبقى الإنسان نفسه مش طايق حياته؟ يبقى واضح إن في حاجة أهم من الفلوس. وهنا السؤال، السعادة الحقيقية فين؟ وهل ممكن تلاقيها في عربية جديدة، ولا في بيت كبير، ولا في سفر، ولا في نجاح، ولا في الشهرة؟ الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى جاوبك على السؤال ده من أكثر من 1400 سنة. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خد بالك من كلمة مهمة جدا في الآية، تطمئن، لأن في فرق كبير بين إنك تفرح وإنك تطمئن. ممكن تشتري موبايل جديد وتفرح به جدا أول يوم، تاني يوم، أسبوع، يمكن شهر، وبعد فترة الموبايل اللي كنت شايفه حلم يبقى عادي جدا، فتبدأ تقول عايز الموبايل الأحدث والأجدد. نفس الكلام في العربية، تشتري عربية جديدة كنت نفسك فيها من سنين وتفرح بها جدا، وبعد فترة قصيرة تبدأ عينك تروح لعربية أغلى وأحدث. تسافر مكان نفسك تزوره تفرح، تتجوز تفرح، تنجح في شغلك تفرح، تحقق هدف كنت بتجي وراه سنين تفرح. لكن الإنسان بطبيعته بيتعود. وعشان كده لو انت رابط سعادتك بحاجة معينة هتفضل طول عمرك تجري ورا الحاجة اللي بعدها. إنما الطمأنينة حاجة تانية خالص. الطمأنينة معناها إن الدنيا ممكن تكون فيها مشاكل لكن جواك هدوء. ممكن تكون بتواجه أزمة لكن عندك أمل. ممكن حاجة نفسك فيها ما تتحققش لكن عندك يقين إن ربنا شايفك وعارف مصلحتك. وده أول درس مهم جدا. السعادة الحقيقية مكانها القلب مش الجيب. وده مش معناه إن الفلوس وحشة ولا إنك ما تسعاش للنجاح ولا إنك ما تشتغلش. بالعكس، الإسلام حسك إنك تشتغل، تجتهد وتتعلم وتسعى وتبني مستقبلك وتعمر في الأرض. لكن المشكلة مش إنك تمتلك الدنيا، المشكلة إن الدنيا هي اللي تمتلكك. خلي الفلوس في إيدك لكن ما تخليش الفلوس تدخل قلبك، لأن أول ما الدنيا تدخل قلبك مش هتشبع. كل ما تاخد حاجة هتطلب اللي أكبر منها. تجيب عربية تقول عايز أجيب عربية أغلى، تشتري بيت تقول عايز بيت أكبر، يزيد مرتبك تقول عايز محتاج أكتر، وتفضل طول الوقت بتجري وانت مش عارف انت أصلا هتوقف امتى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الغنى الحقيقي مش إنك تمتلك حاجات كتير، الغنى الحقيقي إن نفسك تكون غنية ومش محتاجة طول الوقت للمزيد. ممكن واحد معاه ملايين لكن عمره ما يحس كفاية. ممكن واحد دخله بسيط جدا لكن بيصحى الصبح حامد ربنا ومرتاح وراضي وبيضحك من قلبه. مين فيهم الغني الحقيقي؟ طبعا اللي قلبه مرتاح. وعشان كده لو عايز تدور على السعادة ما تدورش عليها في المكان الغلط، لأنك ممكن تقضي عمرك كله
تجمع في حاجات وفي الآخر تكتشف إن الحاجة اللي كنت محتاجها فعلا كانت جواك من البداية. ومن أكتر الحاجات اللي بتسرق منك سعادتك في الزمن اللي احنا عايشينه ده المقارنة. انت دلوقتي ممكن تفتح الموبايل في 5 دقايق تلاقي واحد سافر، واحد اتجوز، واحد اشترى عربية، واحد فتح مشروع، واحد حقق مليون مشاهدة، واحد بيعيش في بيت فخم. فتبص على حياتك وتقول طب أنا ليه مش كده؟ وهنا تبدأ المشكلة، لأنك بتقارن حياتك الحقيقية بالنسخة اللي الشخص التاني اختار يعرضها لك. انت شايف الصورة لكن مش شايف الكواليس، شايف السفر لكن مش شايف الديون، شايف الضحكة لكن مش شايف المشاكل، شايف النجاح لكن مش شايف سنين التعب، شايف العربية لكن مش شايف الأقساط، شايف البيت الجميل لكن مش شايف اللي بيحصل جواه. عشان كده اوعى تقارن كواليس حياتك بلقطات من حياة حد تاني. انت ليك طريقك وليك توقيتك وليك رزقك وليك اختبارك، وربنا سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني حتى الحاجة اللي انت شايفها نعمة ممكن تكون اختبار. الغنى اختبار، والفقر اختبار، الصحة اختبار، والمرض اختبار، الزواج اختبار، والوحدة اختبار، والنجاح اختبار، والفشل اختبار. كل إنسان له امتحان الخاص بيه. فبلاش تبص لورقة امتحان حد تاني وتقول له امتحاني مش زيه. يمكن انت مش عارف الحكمة من اللي بتمر بيه دلوقتي، لكن ده مش معناه ان مفيش حكمة. ومن أعظم مفاتيح السعادة اللي ممكن تبدأ بيها من النهاردة الشكر. جرب تعمل حاجة بسيطة قبل ما تنام النهاردة. اقعد دقيقة واحدة بس وفكر في 5 نعم موجودة في حياتك. مش لازم تكون حاجة كبيرة. قول أنا بشوف، أنا بسمع، أنا بقدر أمشي والحمد لله، عندي أهل والحمد لله، عندي شخص بيحبني والحمد لله، عندي بيت أرجع له والحمد لله، عندي أكل والحمد لله، عندي صحة والحمد لله، عندي فرصة إني أبدأ من جديد. وعندك أعظم نعمة إن ربنا لسه مديك فرصة تعيش وتقرب منه. إحنا أوقات بنتعود على النعمة لدرجة إننا ما بنحسش بيها اللي هي معانا. لكن اسأل نفسك سؤال، لو صحيت بكرة وما قدرتش تشوف لا قدر الله، ربنا يبعد عنكم يا رب، هتعرف قيمة النظر. لو فقدت السمع لا قدر الله، هتعرف قيمة الأصوات اللي كنت بتسمعها كل يوم. لو تعبت هتعرف قيمة صحتك. أوقات كتير إحنا مش محتاجين نعم جديدة، إحنا محتاجين نحس بالنعم اللي عندنا. وربنا سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تعود نفسك على الشكر حتى في الأيام الصعبة، وقول الحمد لله، مش لأن كل حاجة حلوة، لكن لأنك واثق إن ربنا أرحم بيك من نفسك. ومن أسباب السعادة برضو إن يكون لحياتك معنى. الإنسان اللي بيعيش من غير هدف ده ممكن يكون عنده كل حاجة ومع ذلك يحس بفراغ. لكن لما يكون عندك حاجة بتسعى عشانها، حلم، هدف، علم بتتعلمه، مشروع بتبنيه، أسرة بتحاول تسعدها، شخص بتحاول تساعده، رسالة نفسك توصلها، فتبدأ تحس إن لحياتك قيمة. مش لازم تكون بتغير العالم كله. يمكن هدفك النهاردة إنك تبقى أحسن من نفسك اللي كانت موجودة امبارح، وده بحد ذاته إنجاز. وكمان من أجمل الحاجات اللي ممكن تخلي قلبك سعيد إنك تدخل السعادة على قلب إنسان تاني. جرب كده كلمة حلوة تقولها لحد، مكالمة تسأل فيها على شخص غايب، مساعدة بسيطة لحد محتاج، صدقة حتى لو مبلغ بسيط، ابتسامة في وش شخص. ممكن أنت تكون شايف إن الحاجة دي بسيطة جدا، لكن بالنسبة لحد تاني ممكن تكون سبب إنه يعدي يوم صعب. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا وكان يبتسم في وجوه الناس، لأنك مش عارف
يمكن ابتسامتك تكون سبب في إنسان يبتسم بعد يوم كامل من الحزن. وفي نقطة مهمة جدا لازم تفهمها، السعادة مش معناها إن حياتك تبقى من غير مشاكل، لا، مفيش حياة من غير مشاكل علشان نكونوا متفقين، ومفيش إنسان هيفضل طول الوقت مبسوط. حتى الأنبياء وهم أحب الناس إلى الله مروا بابتلاءات عظيمة. سيدنا أيوب عليه السلام ابتلى في صحته، سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أبناه وتعرض للأذى وحزن ومر بسنين صعبة جدا، ومع ذلك كان قلبه متعلق بالله. وده الفرق. السعادة مش إنك ما تحزنش، السعادة إنك لما تحزن تلاقي ربنا، لما تقع تقوم، لما تخسر تتعلم، لما تتأخر أمنيتك ما تفقدش الأمل، لما الدنيا تضيق بيك تفتكر إن ربنا أوسع من كل ضيق. فلو أنت مستني اليوم اللي حياتك فيه هتبقى كاملة عشان تبقى سعيد، هتستنى كتير، لأن مفيش حياة كاملة. لكن لو فهمت إن السعادة هي إن يكون قلبك متعلق بربنا وراضي بقضاءه وشاكر لنعمه وساعي في حياتك، وعندك هدف وعندك أمل وعندك ناس بتحبهم وبيحبوك، ساعتها هتكتشف إن السعادة مش مكان بعيد بتدور عليها. السعادة الحقيقية ممكن تكون في حاجات أنت عايشها كل يوم لكن مش واخد بالك منها. يمكن السعادة في سجدة طويلة بينك وبين ربنا، يمكن في حضن أمك، يمكن في ضحكة مع أبوك، يمكن في بيت بسيط وانت قاعد وسط أهلك، يمكن في صديق مخلص، يمكن في رزق بسيط لكنه حلال، يمكن في إنك ترجع من شغلك تعبان لكن حاسس إنك عملت اللي عليك. يمكن السعادة الحقيقية إنك رغم كل اللي حصل لك لسه قادر تقول الحمد لله. فعايزك النهاردة تعمل حاجة واحدة بس، ما تجريش ورا السعادة طول الوقت، ابدأ اصنعها بنفسك، قرب من ربنا، اشكر النعم اللي عندك، قلل مقارنتك بالناس، اشتغل على نفسك، حط هدف لحياتك، ساعد حد، سامح، صدق، قول كلمة حلوة، واقعد مع أهلك، وافتكر دايما إن الدنيا مهما خدت منها مش هتقدر تديك الطمأنينة اللي قلبك محتاجها، لأن الطمأنينة مكانها مش في الدنيا، الطمأنينة مكانها عند ربنا. وفي النهاية أسأل الله أن يرزقك قلبا مطمئنا ونفسا راضية ورزقا حلالا واسعا، ويبعد عنك الحزن والهم، ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعل الدنيا في إيدك مش في قلبك، ولا يجعلها أكبر همك، ويرزقك السعادة الحقيقية، السعادة اللي ما تتعلقش بفلوس ولا بمنصب ولا بشهرة ولا برأي الناس فيك، السعادة اللي هي مصدرها إنك تكون عارف إن ليك رب مش هيسيبك. اللهم ارزقنا قلوب مطمئنة ونفوس راضية، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل سعادتنا في قربنا منك. لو عجبتك الحلقة اكتب لنا في تعليق وابعتها لحد بتحبه. كان معكم أبو حمزة والشهرة ابن فوكس على جميع المنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.